أو عاود الاتصال بينا مرة ثانية يا عمري ومنتظريك احنا. اتصال آخر. ألو. 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 مساء الخير. مساء النور والمحبة. شلونك أستاذ مهند؟ يا مليون هلا. تحياتي الحلقة وردة وتحياتي المخرج. أرقت مني ومن المخرج الأشياء غالية من ويانا. أنا كل سعيدة دا أتكلم ويا حضرتك. الله يسلمك وأنا السعيد. أنا متابعي. إيش على كيفك؟ ما مصدقة دا أحكي وياك. فدوى القلب إيش لا تسلمي لي يا عزيزتي، أنا اللي سعيد لأنه دا أسمع صوتك. يا وردة أنت. الله يسلمك. من وياي؟ وياك دنيا. دنيا من وين دنيا؟ من بغداد من الدورة. من بغداد من الدورة. تحياتي لكل أهلنا الطيبين اللي أحبهم اللي بالدورة. بس أريد أعرف منو سمى هذا البرنامج الحكاية الدافية. أنا سميته. كل شيء له بهاي الأجواء. شكرا تسلمي لي. واستاذ هيمن هم سماه ويانا على مود لا يختلف علينا ويلا. والله محتاجين للدفء احنا، يعني قصائدك كلش حلو. أنا كاتبتها بدفتر وكاتبة بالخط العريض الشاعر مهند العزاوي. تسلمي لي. يا رب يحفظك ويخليك إن شاء الله. ما عندك مشكلة عاطفية منا؟ لا ما عندي. تمام. طالبني. قلبيش طالبني. بس أكيد احنا نشتاق للناس اللي نحبهم اللي بعيدين عنه. بالضبط أكيد نشتاق. يا رب ويجمع كل أحبابك وبكل إنسان تعزيه وهو بعيد عليك، وسعيد جدا باتصالك يا دنيا. ممكن أقرأ صورة شعرية؟ أكيد. بس ما تجي قدام قصايدك الحلوة. لا العفو، تفضلي عزيزتي. أكثر قصيدة أحبها إلك ودائما أردها للحين وأنا مشتاقة لك. المشكلة. طيب كلش إن شاء الله أقرأ المشكلة. أكثر من هموم البيئة لك مشتاق، وأكثر من جروحي وهم بعد أكثر. باقي بقلبي حبك لا تظل ناسي، أو باقي على العهد لا يمكن أتغير. أتانيك بحلم تمرني بس لحظات، أنام وما أشوفك وأقعد أتحسر عليك بنومي وسط حواي، يعني بكل دقيقة عليك أتمرمر. وذبلا ذن عيوني من كثر ما أبكيك، وأنا بدون قربك بعد ما أصبر. أتأكد أنت كنت الروح لي ودنياك وكل عمري وحياتي وكل شيء أتصور. بعد ما بي أعيش بعالم الأحلام. أبشرك وراح أجيك بشوق متفجر، وإذا أنت رحلت مني دنيتي توفيت، تظل عن موت عند غيابك يتعذب. ليش هالدمعة يا أبوي؟ أستاذ مهند أني يعني ما أعرف شغل ناس كلش أعظم، ما قادرة حتى أشوفهم. زين يعني تصور أني أول ما ضحكت بس أغطي الحزن اللي موجود بداخلي. أحمد عاشور يقول ترى اللي يضحك هواي يجروح قلبه هواي. أنا قال ما يخدعني الإنسان اللي يتصل ويضحك. أعرف شغلات خلف هاي الضحكة. شنو مشكلتش؟ ليش بعيدين عنك يعني؟ ليش لهالدرجة الحزن هذا؟ هيش يعني الأمل انقطع؟ أستاذ هم يعني مكان ما أقدر أوصلهم، المكان كلش حرج. خلي ببالك شغلة واحدة قبل ما تروحين وتسدين اتصالك، ماكو حال يبقى على حاله. الدنيا كفيلة بأنه تغير أو تغيرنا من حال إلى حال. أستاذ مهند هذولي مو أي ناس، هذولي أهلي، يعني صار لي فترة كلش طويلة 5 سنوات أنا ما شايفتهم، وأتذكر القعدات والضحكات والشقة والأكل والطلعات والطرق. الله يكون بعونك. هسه هم خارج العراق لو داخل العراق؟ أستاذ مهند هم بالموصل. هم بالموصل. حتى الاتصال صار صعب.
راح تشوفيهم وتقعدين وياهم، وترجع لماتكم وضحكاتكم وعزايمكم وافراحكم كلها راح ترجع. يا رب. خلي املك بالله كبير، وبزلمنا من الجيش ومن الفرقة الذهبية من فصائلنا بالحشد الشعبي اللي يقاتلون، خلي املك بيهم بالله ثم بيهم كبير، وكوني على ثقة ان شاء الله راح يجي يوم من الايام راح تتصلين بي واهلك يمك. ان شاء الله ما يقصرون، وانا اسفة يعني. بالعكس تمسحين دمعتك تروحين تشوفي لك فيديو او اثنين من هاي فيديوهات الفرقة الذهبية اللي تشفي القلب وتخلي الواحد يصير عنده امل، وتشوفيهم وين واصلين شبابنا بالتحرير. هسه ان شاء الله ساحل كمل، بعد لنا بالساحل الثاني وتلتقين انت واهلك. امسحي دمعتك وابتسمي. شكرا. يا مليون يا مليون.